استاذ ممدوح، احنا شفنا الكلمه بتاعتك في نقابه ما شاء الله المحامين، والكل اثنى عليها وشعر بصدقك فيها، واظن انت من النازلين بكره شريعه وشرعيه معا ان شاء الله. قول لنا هتنزل ليه، وعينا كده فهمنا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. بدايه بس انا عايز اقول شويه كلام بهدوء بهدوء عشان احنا لازم نكون هاديين. ماشي. ده مع حفظ حق حقوق لا انا سايب الاستاذ عماد اديب، الاستاذ عماد اديب، محمود شعبان والشيخ عبد الله ماشي هنشوف. عنوان الشريعه والشرعيه انا ببحث عن مدلوله في هذه المليونيه. ايه مدلوله او ايه علاقته؟ هذه المليونيه سياسيا لاثبات وجود قوه شعبيه هي الاكبر والاقوى تأييدا للرئيس محمد مرسي. دي الحقيقه السياسيه. تمام. دي الحقيقه السياسيه. انما عنوان الشريعه انا قعدت ادور، طب ايه علاقه الشريعه؟ لو قلنا الشرعيه الشرعيه احنا بنأيد شرعيه الرئيس محمد مرسي، واحنا ضد لا تسمع اسالك سؤال، لا سؤال قانوني. هو هيقول ما هو عارف، هو عنده سبب في حته اللي عايز اسال فيها والناس بتسال فيها. هو الدكتور محمد مرسي من الناحيه القانونيه لسه محتاج لاثبات شرعيته كحاكم؟ لا طبعا. بس احنا عايزين تركز على دي. فلو قلنا الشرعيه بمعنى أن هذه القوى الكبيرة في الشعب والشارع المصري تثبت أو تؤكد أو تقوي شرعية الرئيس محمد مرسي أمام الذين يهدفون إلى زعزعة شرعية النظام. جميل. يبقى الكلام جميل ويتصل. حماية الشرعية. لكن إيه علاقة الشريعة؟ معلش خلينا نتكلم بصراحة. حلو ماشي. أنا بقول للناس الكلام ده وأنا نازل وبدعو الناس وأحمس الناس وأقول كلام أكتر في النزول بكرة. طب أقول لك أنا أرد يعني. لا سيبني أجادلك. لا سيبني ما تجادلنيش. طيب خليه صوته واطي. خليه صوته واطي كده، اتكلم بالراحه. بس دي دكتاتوريه كده. ماشي. ايه علاقه الشريعه؟ قعدت ادور ايه علاقه الشريعه. حلو. طب اخواننا اللي دعوا مع احترامي وحبي وتقدير ليهم لهذه المليونيه واحنا كلنا بندعو ليها، لما تم الدعوه لمليونيه نصره الشريعه رفضوا ينزلوا. الله. طب ايه علاقه؟ هل المليونيه دي علشان هنطبق الشريعه؟ لا. طب المليونيه دي هنحط نص لتاكيد تطبيق الشريعه في الدستور؟ لا. الله. طب نرجع للدستور، ايه اللي حصل في الدستور؟ انا قعدت ادور ايه حكايه الشريعه مالها؟ الدستور لما جه امبارح قعدوا لحد بعد الفجر جزاهم الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يثيبهم خيرا وجزاهم على اجتهادهم، هم اجتهدوا جزاهم الله خيرا. لكن لما جه امبارح النص بتاع الشريعه في حاجه مهمه جدا. اللي كانوا معترضين على الشريعه وعاملين قلق كلهم انسحب، وجوهم الاحتياط اللي هم بتوع الشريعه. خلاص الدنيا مفتوحه عليك دستوريا وقانونيا للتصويت، لكن انت اصريت في ظل هذه الفسحة التي أخشى أن نسأل عنها يوم القيامة. أنت أصريت تخلي نفس نص المادة مبادئ الشريعة، وأصريت أنك تخلي المادة المفسرة برضو في الديل. ولما طالب أحد الإخوة الحاضرين أن يتم جمع المفسرة بالمادة الثانية اعترضوا، قالوا لا خليهم كده علشان إحنا عاهدنا الآخرين الذين انسحبوا ونحن لا نخلف الوعد ولا العهد. عهد الله أحق أن يوفى. أنا قعدت أدور على الشريعة، واخد بال حضرتك فين في الموضوع ده؟ أنا شايف شرعية ماشي، حماية الشرعية ماشي. وأنا كنت قلت حتى على صفحتي على الفيس نسميها جمعة لمصر رب يحميها، إن هم قالوا إيه للثورة شعب يحميها، فإحنا قلنا نحن أصحاب يعني الدعوة للإيمان والإسلام، خلينا إحنا نقول لمصر رب يحميها. لكن أنا متماشي مع إخواننا، لكن محدش يلعب بيا سياسيا، واخد بال حضرتك، او يحاول ان هو يغفل عقلي ويغفل انتباهي في لحظه مصيريه. خلينا متفقين، نحن نريد ان نحمي شرعيه الرئيس محمد مرسي درءا للمفاسد، نعم. نحن نريد ان نقف امام قله مستبده تريد ان تفرض رايها على الاغلبيه التي تؤيد الشرعيه، نعم. نحن نريد ان نقف بقوه ونعلن راينا بقوه في حماس ونجمع الملايين بل يعني 10 مليون غدا، نعم. لكن الشريعه فين؟ هل بكره احنا لما ننزل بكره هيتم تغيير النص اللي في مسودة الدستور ويصبح النص الشريعه الاسلاميه مصدر التقنين؟ لا. هيتم جمع الماده 220 بالماده 2؟ لا. هنهتف الشعب يريد تطبيق شرع الله؟ هنهتف. لكن المضمون معلش انا بقول لاخواننا واللي اقترح الاقتراح دوت بقول لهم يعني ايه، خلينا ناس يعني ايه نحب بعض نحترم بعض، خلاص كبرنا.
ونتجاوز مساله نلعب او نحط شعار كده في النص عشان نؤكد ان احنا بنحمي الشريعه. انا بقول انتوا اجتهدتوا واخلصتم في اجتهادكم وجزاكم الله خيرا، وانا مدرك لفن الممكن والمستطاع وبذل المجهود وكل ده، لكن الحقيقه اليقينيه التي اعلمها بما علمنا الله تبارك وتعالى وفضلي ان الشريعه وضعها مضطرب من الناحيه المرجعيه التشريعيه في النصوص الدستوريه اللي انتوا وضعتوها. اجتهدتوا جزاكم الله خير، وانا بقول لك جزاكم خير، اجتهدتوا واحسنتوا وبذلتوا جهد وساعات طوال، ربنا يجزيكم خير. لكن الحقائق حقائق، ما ينفعش واحد يلبس طربوش ويقول عليه تركي عشان لابس طربوش، لا، المساله مش كده، المساله في حقائق دامجه لابد تكون واضحه. لكن خلينا ننتقل من هذه النقطه ونخش في ايه؟ في مليونيه الغد. مليونيه الغد انا بقول لكل المسلمين، لكل المصريين، غدا يوم حاسم في تاريخ مصر، في تاريخ الثوره، في تاريخ التيار الإسلامي.